السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة يوميات تحدي المشاكل. دلوقتي هقول لكم على فكرة ازاي نمنع استهلاك الزيت أصلا. الفكرة في ايه؟ الفكرة في جهاز حلو جدا اسمه القلاية الهوائية. اهو زي ما انتم شايفين كده. القلاية دي بتخلينا ما نستهلكش زيت أصلا. لو جايبة المنتج اللي هتحطيه جواها مصنع، زي مثلا الهمبرجر اللي انا جايباه ده كده، فانتي مش هتستخدمي اي زيت خالص. مجرد ما تحطي الحاجه فيه، مجرد ما تحطي الهمبرجر دوت جوه القلايه، مش هتستهلك اي زيت. هيتعمل وهيتقلي وهيبقى حلو جدا ومن غير اي زيوت، يعني مش هنستهلك اي زيوت. طيب لو عندي الاكل بقى موجود فيه البيت مش مصنع، لو الاكل موجود في البيت مش مصنع، فاحنا هنضطر بقى نستخدم البخاخة ونرش عليه شوية زيت بسيط جدا، وكده هيبقى عندك الاكل جاهز وسريع، ومفيش استهلاك زيت الا بسيط خالص. تعالوا بقى كده نفتح مع بعض العلبة دي ونطلع من جواها كده الهمبرجر، وهنحطه جوه القلاية. نطلع كده كل الكمية اللي احنا عايزينها. هنعمل 9 قطع وهنحطهم بقى جوه القلايه. فهفتح بقى الاكياس دي واحطها جوه القلايه هنا. دلوقتي حطينا الهمبرجر جوه القلايه، هنبدا نحط كده. هنحط بقى في الجنب التاني. حطينا كده الهمبرجر في الجنب التاني من القلايه. هم يعتبروا قلايتين في قلايه واحده. وهنبدا بقى كده نشغل. اول حاجه القلايه الاولانيه. دي درجه الحراره. هنظبط بقى الوقت. نيجي بقى هنا نظبط القلايه التانيه. نظبط بقى الوقت بس، وهنسيبها بقى. اول ما بتفصل بتدي نغمه كده موسيقيه وبترن كده وبتفصل لوحدها، ولا حد بيقف جنبها، ولا حد بيقف يتابعها. لو عجبكم بقى الفيديو لايك واشتراك في القناه وشير للفيديو على قد ما تقدروا. احنا دلوقتي بس محتاجين نقلب الهمبرجر ده الجنب التاني عشان يكمل تسويه، ونشغل القلايه ونرجع بقى نشوفه تاني بعد ما استوى بدون زيت. هنقلب بقى دلوقتي كده.
هنكمل هنشغل بقى القلايه. دي القلايه الاولانيه. شغل بقى القلايه التانية اللي هو الجزء التاني من القلايه يعني. دلوقتي بقى هنسيب الهمبرجر يستوي ويتقلي يعني، وهنرجع تاني اوريكم شكله بعد ما ايه، بعد ما اتقلى بدون زيت. يعني هو كده اتقلى بدون زيت خالص. تعالوا بقى دلوقتي نشوف شكل الهمبرجر بعد ما اتقلى اهو. شايفين اهو اتقلى وما احتاجناش خالص لا اي زيوت ولا اي حاجه خالص، زي ما انتم شايفين كده اتقلى وزي الفل.